السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمدي جد الله وأنت هنا بتتعلم إدارة. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات معلومة في الاتش ار، واللي عنوانها العمل من المنزل working from home. طبعا زي ما كلنا عارفين وشايفين ان العمل من المنزل او بالبلدي الشغل من البيت اصبح خيار شائع في السنين الاخيرة، خاصة مع التطورات التكنولوجية وانتشار الانترنت وزيادة سرعته. ومش هقولك كمان بسبب انتشار الاوبئة والامراض لانها حاجة مش دايمة، بس هفكرك بفترة انتشار كورونا واللي خلت الموضوع ده في ازدياد، وخلت ناس وشركات ما بتفكرش اصلا انها تقدم على الحل ده وتستخدمه عشان تمشي شغلها في فترة كان فيها العالم كله تقريبا شبه متوقف عن كل شيء. كمان لان الشغل من البيت او النمط ده من العمل بيوفر مرونة كبيرة للعاملين، وبيسمح للشركات بتوسيع قاعدة موظفيها عالميا وبدون ما تكون محتاجة لوجود مكاتب فعلية. في الحلقة دي هنقدم شرح تفصيلي لكل ما يخص العمل من المنزل، مدعوم بأمثلة عملية قدر الإمكان زي ما احنا متعودين. الموضوع ده عشان ما اطولش عليك انا مقسمهولك في كام نقطة رئيسية عشان تكون ملم بيه كله كالتالي: 1. مفهوم العمل من المنزل ايه هو؟ 2. مميزات العمل من المنزل. 3. تحديات العمل من المنزل. 4. متطلبات العمل من المنزل. 5. نصائح لتحقيق النجاح في العمل من المنزل. ويلا بينا ما نضيعش وقت يا عزيزي ونبدأ برقم 1، وهي مفهوم العمل من المنزل. العمل من المنزل معناه ببساطة ان الموظف يؤدي مهام عمله من مكان اقامته او حتى من اي مكان يختاره، بدلا من ضرورة تواجده في مكان تقليدي زي وجوده في مكتب جوه شركة. والشغل من النوع ده ينفع يشتغلوا نوعية وظائف كتير جدا دلوقتي، ولكن خلينا ناخد شوية منهم على سبيل المثال وليس الحصر، زي الكتابة والتحرير، التصميم الجرافيكي، البرمجة وتطوير البرمجيات، خدمة العملاء، التسويق الرقمي، والتدريس عن بعد، ومهن تانية كتير جدا لا يمكن حصرها ولكنها في ازدياد دائم كل يوم اكتر من اللي قبله. النقطة رقم 2، ايه هي مميزات العمل من المنزل؟ الشغل من البيت زي اي حاجة في الدنيا له ما له وعليه ما عليه، لكن خلينا نتكلم دلوقتي عن ايه هي مميزاته واللي صعب فعلا اننا نغفلها. زي 1. مرونة الوقت. الموظف هنا بيقدر يحدد ساعات العمل اللي تناسبه، زي لو انت مثلا كاتب محتوى فممكن انك تشتغل الصبح او بالليل حسب الوقت اللي انت انتاجيتك فيه بتكون عالية. 2. توفير التكاليف. الشغل من البيت لو ما وفرش حاجة خالص فكفاية على الاقل انه هيوفر تكاليف المواصلات او العربية الشخصية اللي انت بتروح بيها شغلك، والوجبات اللي انت كان ممكن تاكلها بره البيت. يعني لو انت مبرمج وهتشتغل من البيت وكنت بتفطر كل يوم في الشغل وليكن ب50 جنيه وبتصرف على عربيتك الشخصية وليكن 100 جنيه، فانت كده مبدئيا وفرت 4500 جنيه شهريا لمجرد انك اشتغلت من البيت. 2. زيادة الانتاجية. كونك تشتغل في بيئة مريحة انت اللي مصممها وانت اللي مختارها، غالبا ده هيعزز التركيز وهيزود الانتاجية. يعني لو مصمم جرافيك بيشتغل من مكتبه اللي في بيته وهو اللي مصممه وفقا لاحتياجاته، فاكيد انتاجيته هتكون عالية جدا. 4. التوازن ما بين الحياة والعمل. شغلك من البيت وحرية اختيار الاوقات اللي انت ممكن تشتغل فيها بالطبع هيزود انك انت تقدر تقضي وقت اطول مع اسرتك وعيلتك. يعني لو انت اب ووظيفتك انك تشتغل خدمة عملاء عن بعد، فانت ممكن مثلا تخصص شغل لوقتك يكون بالليل. بكده انت تقدر تودي ولادك المدرسة الصبح او الدروس بعد الظهر عادي جدا بدون ما ده يأثر على شغلك في اي شيء، وده شيء كان مستحيل تعمله لو انت بتشتغل في شركة بشكل تقليدي. 5. الجهد والراحة. مين فينا ما يموتش في الراحة والانتخة طبعا؟ فاقول لك انك لو بتروح وبترجع من شغلك في 3 ساعات مواصلات فوجودك في البيت لغاهم على الاقل خالص، وتقدر تنام ال3 ساعات دول وتقوم تشتغل في نفس مكانك بدون ما تتحرك تماما. احنا قلنا من شوية ان الموضوع ده له ما له وعليه ما عليه، يعني زي ما يكون في مميزات اكيد هيبقى في عيوب، وانا ما بحبش اقول انها عيوب، انا بسميها تحديات قدام المزايا اللي انت بتاخدها من شغلك في البيت. وخليني اقول لك كل تحدي وكمان اقول لك ايه افضل حل ليه. النقطة رقم 3 الرئيسية هي تحديات العمل من المنزل. 1. الانعزال الاجتماعي.
طبعا للاسف كتير جدا من اللي بيشتغلوا في البيت بيحسوا احيانا بالعزله، وده بسبب قله التفاعل مع زمايلهم ومديرينهم. وده حله ان الشركه دايما تنظم لقاءات واجتماعات دوريه ما بين زملاء العمل وفريق العمل، سواء جوه الشركه اذا كان في شركه او حتى في اي مكان يمكن تأجيره. تاني تحدي صعوبة الفصل بين العمل والحياة الشخصية. هو احنا كنا لسه بنقول ميزة انك تشتغل من البيت هو انك تعرف تقضي اوقات زيادة مع اهلك، وبرضه الميزة دي للأسف قصادها تحدي صعب جدا، وهو ان قد يتداخل وقت العمل مع الوقت اللي هتقضيه مع اهلك وما تعرفش انك تفصل ما بينهم. طب ايه حل التحدي ده؟ انك لازم تنشئ جدول عمل محدد وصارم وتلتزم بيه مهما كانت الضغوط او المغريات. ثالث تحدي هو إدارة الوقت. أكبر مشكلة لما حضرتك بتشتغل من البيت بدون رقابة مباشرة من مدير أو شركة هو إن قد يعاني البعض من حتة التسويف، وإنه يأجل مهام كتير جدا لأوقات تانية. طب حل الموضوع ده إيه؟ لازم تستخدم واحد أو أكتر من أدوات إدارة الوقت المنتشرة زي جوجل كيب على سبيل المثال، وخلي بالك دي حاجات كتير قوي، انا اديتك ابسط مثال فيهم. رابع تحدي التحديات التقنيه. طبعا انت في بيت مش في شركه، فممكن يكون على سبيل المثال النت بيقطع عندك كتير او يحصل مشاكل في جهاز الكمبيوتر اللي انت بتشتغل عليه. طب حل التحدي ده ايه؟ لازم دايما توفر عندك جهاز احتياطي وخدمه انترنت قويه مع شركه محترمه، ولو انت عامل انترنت منزلي يبقى لازم يكون معاك جهاز زي الماي فاي او الواي فاي او الحاجات دي، يبقى انا لو النت بتاع البيت قطع اقدر اشتغل عليه ريموتلي، بيشتغل من غير سلك ومن غير تليفون ارضي ومن غير اي حاجه. رابع نقطه رئيسيه بعد عمليه التحديات انك تشتغل من البيت متطلبات العمل من المنزل. عشان تشتغل من البيت الموضوع ده مش قرار لحظي، والا فشله هيكون اكبر من نجاحه، والامر هيحتاج لشويه متطلبات وترتيبات. يعني لازم توفر شويه حاجات زي اللي احنا هنقولها دي. واحد، مساحة عمل مناسبة ولازم تكون مريحة وخالية من المشتتات ومن الدوشة، زي مكتب صغير في ركن كده من الأوضة مزود بإضاءة جيدة وبعيد عن دوشة العيلة. 2، أدوات تقنية. لازم توفر أو الشركة توفر لك جهاز كمبيوتر واتصال انترنت سريع جدا. يعني لو انت مطور برمجيات فلازم الشركة تديك جهاز او انت يكون عندك جهاز بمواصفات معينة يقدر يشغل البرامج اللي من النوعية دي. ثالث حاجة برامج وتطبيقات العمل. لازم تكون موفر ادوات للتواصل والبرامج اللي هتحتاجها للتواصل مع فريق العمل او العملاء زي زوم، تيمز وغيره كتير، او تطبيقات ادارة المشاريع مثلا زي كليك اب، مانداي وغيرهم كتير. 4، الالتزام الذاتي. يعني ضرورة تحقيق الانضباط عشان تعرف تحدد الاهداف اللي انت وضعتها لنفسك او شركتك وضعتها لك مسبقا. يعني لو انت كاتب محتوى فلازم تلتزم بانهاء المقالات المطلوبة منك واللي انت هتنشرها في الوقت المحدد لده. 5 نقطة رئيسية، ايه النصائح اللي تحقق لي النجاح من العمل من المنزل؟ خد بالك بقى الزتونة في شوية النصائح دي عشان لو هتشتغل من البيت هتنفعك وتخليك تنجح بإذن الله. اول حاجة، انشئ لنفسك روتين يومي. لازم تحدد ميعاد لبداية العمل ونهايته. يعني لو انت مدرس بتدي انجلش اونلاين مثلا حدد لنفسك وقت انك بتشتغل كل يوم من 9 الصبح ل 3 العصر. 2، الاستراحات المنظمة. خد فترات راحة قصيرة عشان تحسن التركيز. لو انت مثلا واحد وبيشتغل خدمة عملاء من البيت خد استراحة ربع ساعة كل ساعتين او 7-8 دقايق كل ساعة عشان تفصل وتعلي تركيزك. 3، التواصل الفعال. خليك على تواصل دائم مع فريق العمل بتاعك ومديرينك، واستخدم الاجتماعات الاسبوعية عبر الفيديو كونفرنس مثلا على زوم، على تيمز، على اي حاجة عشان تفضل متواصل مع الناس دي. 4، التطوير المستمر. ما تبقاش شغال بس، حاول انك تكتسب مهارات جديدة لتحسين الاداء. يعني لو انت بتشتغل في التسويق الرقمي مثلا حاول انك تتعلم مهارات تحسين محركات البحث SEO. العمل من المنزل ما هوش حاجة جديدة ولا صعبة انك انت تنجح فيها. وخد عندك مثال ان في ناس شغلها الدائم اصلا من البيت ومفيش مقر للشركة ومع ذلك هم ناجحين جدا، زي مواقع ابورك وفيفر. دي موقع بيشتغل عليه الناس اللي هم مصممين الجرافيك على سبيل المثال بشكل فريلانسنج طول الوقت، يعني بشكل عمل عن بعد طول الوقت. الناس دي ملهاش مكاتب قاعده فيها، الناس دي بتشتغل من بيتها وبتبعت الشغل للعميل على الموقع، والموقع بياخد حسابه وبياخد عمولته، والعميل بيدفع الفلوس وانت بتاخد فلوسك. زي منصه يوديمي اللي كلنا عارفينها واللي عليها مدرسين قاعدين شغالين بيقدموا كورسات ليل نهار بفلوس
وفي ناس قاعده بتتفرج عليها وبتقدر تدفع الفلوس عبر الانترنت. الزتونه والخلاصه يا صديقي، العمل من المنزل ده فرصه رائعه لتطوير حياه مهنيه مرنه ومتوازنه بالرغم من وجود تحديات، الا ان الاستعداد الجيد واستخدام الادوات المناسبه ممكن يخلي التجربه ناجحه جدا وفعاله. ومع استمرار التطور التكنولوجي هيفضل الشغل من البيت هو خيار قوي لمستقبل العمل في العالم كله. وبكده تكون حلقتنا النهارده خلصت، ويا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبتك الحلقه ما تنسانيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.